نستلهم ما حدث في 30 يونيو ونستلهم قواتنا المسلحة والدور الباسل الذي قامت به، واللي فعلا أثبتت هذه القوات المسلحة بقيادتها وبأفرادها وبجنودها إنها لا تتبع إلا إرادة واحدة، هي إرادة هذا الشعب. وإن الشعب المصري لما خرج في 30 يونيو بالليل، فريق أول السيسي في هذا الوقت خد الرسالة يوم 30 يونيو بالليل إن مرسي أصبح رئيس سابق من يوم 30 يونيو بالليل، وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة ليس هذا الرئيس الذي جاء في غفلة من التاريخ في قصر الاتحادية. رجع القائد الأعلى للقوات المسلحة هو شعب مصر العظيم، ونفذ القائد العام أوامر الشعب العظيم في 3 يوليو بإسقاط وخلع هذا الرئيس المزعوم اللي جاء في غفلة من